عسلامة. فيديو سريعة حبيت نعطي فيها تعليق صغير على الأرقام تاع المسح الديموغرافي اللي تعمل. أنا مانيش مختص في الديموغرافيا، ولكن فما برشا أرقام استرعوا اهتمامي من منطلق نتاع ملاحظ يعني للإحصائيات هذو. باهي، أول حاجة لاحظتها احنا 12 مليون. هذا يقول لك اللي نسبة النمو الطبيعي نتاعنا كانت بطيئة في العوامل اللي فاتوا، وهذه حاجة باهية. علاش نقول حاجه باهيه؟ على خاطر ما نتصورش اللي احنا موجودين في رقعه جغرافيه تنجم تقيم بعدد كبير ياسر من السكان، باعتبارنا موجودين في مناخ شبه جاف، مساحه البلاد، المقاومات الطبيعيه نتاعها ما تنجمش تتحمل ديموغرافيا كبيره برشا. فاحنا الديموغرافيا نتاعنا تحت السيطرة، وهذه حاجة باهية، وهذه نتيجة السياسة العمومية الوحيدة اللي مشات في تونس ديما نقول اللي هي سياسة التنظيم العائلي. يعني احنا توا في النتيجة نتاع السياسة هذه باهي. دونك هذه حاجة باهية. الرقم الثاني اللي استرعى انتباهي وأنه فما 0.55% من السكان أجانب. الرقم هذا مهم جدا على خاطره ينسف السردية نتاع أنه احنا توا هبطوا علينا الافارقه جنوب الصحراء وسيب يغيرونا التركيبه نتاعنا. مش صحيح بالكل. انا توا حاليا فعلى كل 200 شخص في تونس هم شخص واحد اجنبي، على كل 200 شخص واحد اجنبي. جست باش تقارن بدول مستقبله فعلا المهاجرين تلقى ديما عندها بين 5 و 6% من السكان اجانب. احنا 0.55%، يعني تقريبا عشر الدول هذه حضور نتاع اجانب في بلادنا. فهذا يخلي انه مساله حضور الاجنبي هذه ماهيش بالصوره الكارثيه اللي قاعده يعني موجوده ومسوقه في الفضاء العام توا. فما بالطبيعه فما حكايه معدل الخصوبه اللي هو قاعد يهبط، مش لمستوى كارثي، مازال 1.8 مازال باهي، ماهوش كارثي بالكل. والعمر الوسيط نتاعنا هو 35. يعني في المجتمع التونسي فما شطار المجتمع عمره اقل من 35 وشطار المجتمع عمره اكثر من 35. هذا يخلي انه مجتمعنا مازال مبدئيا شاب، ماهوش مجتمع متهرم. ماناش في فتره تهرم توا. التهرم مش توا باش يبدا بعد 10 سنين او 15 سنه. توا اللي عنا هو أن وصلنا إلى تيبينج بوينت، يعني هذه النتيجة الأفضل متاع المجتمع اللي نجم نكونوا فيها، اللي هو عدد الناس اللي عمرهم أقل من 14 سنة هو نفسه عددهم اللي عمرهم أكثر من 60 سنة، اللي هو 17% من السكان. دونك هذا مجتمع متوازن، عندك قد الصغار عندك قد الشيوخ اللي عندك. ولكن بعد 10 سنين باش نبداو نتهرموا بالحق، خاطر وقتها باش يولي الناس اللي عمرهم أكثر من 60 سنة باش يوليو يخطوا 20%، يعني ساكن على 5 عمره أكثر من 60 سنة. فهذا مجتمع قاعد يتهرم بالفعل كما مجتمعات أوروبا الشرقية توا. ولكن مازلنا وصلناش لغادي. احنا توا في نهاية النافذة الذهبية اللي تحلت لنا واللي ما استغليناهاش، نتاع انك عندك مجتمع شاب وماهوش قاعد معناتها يرتفع التعداد نتاعو بسرعة. مجتمع شاب ومتوازن. كانت عندنا نافذه ذهبيه نتاع 30 سنه ما استغليناهاش، كنا نجموا نستغلوها باش نعملوا اقتصاد يتطور بسرعه، ما استغليناهاش للاسف. سكرت النافذه هذه. توا شنو النافذه الجديده اللي قاعده تتحل واللي حبيت نعمل عليها الفيديو خصيصا؟ النافذه هذه هو انك انت تعرف روحك في السنوات القادمه باش يبدا المجتمع نتاعك يشيخ ويتهرم، وتعرف انه سياسات التشجيع على الانجاب ماهيش باش تمشي على خاطر جربت في اوروبا وما مشاتش. انك الدوله تعطي امتيازات للناس باش يجيبوا صغار. اون فا سوبوزي الدوله التونسيه ولات غنيه وباش تعطي توا الامتيازات للنساء العاملات باش يجيبوا صغار. سافا ما مارشي، ماهيش باش تمشي الحكايه هذه، على خاطر طريقه التفكير نتاع الجيل العامل هذا مختلفه على طريقه التفكير نتاع البيروقراطيين نتاع الدوله. معناتها هما ناس يحبوا يحققوا نفسهم ذاتيا مهنيا ماليا ومن بعد يفكروا في جيبان صغار. دونك توا التوندونس الجديده هو انه الناس ما تحبش تجيب اكثر من صغير او اثنين. فهذه ثقافه ما تنجمش تغيرها انت في عامين ولا 3 ولا 10. ففي بلاصه تخدم على حكايه التشجيع على النسل، اخدم على حاجه اخرى، اخدم على نوعيه المجتمع اللي تحب تعيش فيه، وتخلي انك تستغل
الطاقات اللي فيه على اكمل وجه. انا نرى انه الرؤيه هذه لازمها تكون مش مبنيه على فكره العماله او فكره البناء عبر السواعد اللي شبعونا بها في الثمانينات وقت كنا نقرا، ما عبر الابتكار، عبر الابداع، لينوفاسيون، لا كرياتيفيتي. يعني المجتمع نتاعك بقطع النظر على قداش فيه شباب لازم يكون مجتمع خلاق ومبدع، هذاك اللي باش يخليك انت تتطور ويخليك تقدم بقطع النظر على عدد السكان نتاعك. يعني تنجم تكون انت عندك 100 مليون ساكن ودوله فقيره ومتخلفه، وتنجم تكون عندك 1.5 مليون ودوله متقدمه بالكدا على خاطرك استثمرت في العقول وفي الابتكار وفي الابداع. انت توا ماشي لعالم فيه الذكاء الاصطناعي باش يكون هو المحور نتاع كل شيء، معناتها برشا حاجات باش يعوضها الذكاء الاصطناعي، صناعات ثقيله باش تولي تتعمل بالذكاء الاصطناعي، دي سوفت وير يعملوه بالذكاء الاصطناعي. يعني حاجتك اليد عامله باش تقل، ماكش باش تكون محتاج الى بشر، باش تكون محتاج الى افكار والى قدره على الابداع. فهذا اللي وين لازم سياسه الدوله تتوجه، لازم تتوجه الى يعني الحفاظ على التوندونس هذه، خاطر على كل حال هي مفروضه علينا تشيخ المجتمع ومعناتها تقلص عدد الشباب، ولكن البناء او الاستثمار في الذكاء، في الابداع، في ناس نجم تخمم في حلول تنجم تصدرها لدول اخرى تجيب لنا فلوس. يعني هذا نوعيه الاستثمار لازم تعمله، مش في جيبان الصغار. فهذا حبيت حاجه نركز عليها. اخر ستاتستيك اللي هي صدمتني اللي هو مستوى الاميه تاع 17%. هذا ياكد اللي احنا فشلنا في السياسه التعليميه في تونس. 17% اميه حاجه ماهيش مقبوله بالكل، وداير في افريقيا احنا من الاخرانيين، على خاطر كيف تشوف مثلا في زيمبابوي دوله بالحق معدمه ولكن الاميه نتاعها ما تتجاوزش 1%. فاحنا الافاقه اللي مش عاجبيننا راهم عاملين خير منا برشا في السياسات العموميه نتاعهم، خاطر هما ناس يستثمروا فعلا في الانسان. احنا فشلنا بالحكايه هذه. نشوفوا وين مواطن الفشل هذه، علاش الناس تخرج من التعليم، وعلاش بالتحديد الذكور يخرجوا من التعليم. خاطر توا كيف نشوفوا شكون قاعد يتعلم، نشوفوا النساء يتعلموا اكثر بياسر من الرجال، وهذه كارثه معلنه، على خاطر ما تنجمش يكون عندك مجتمع فيه الشطر نتاعو متعلم والشطر الثاني لا. فنشوفوا علاش الذكور بالتحديد قاعدين يخرجوا، ونعالجوا الاسباب هذه، ونحافظوا على التعليم اللي هو الحاجه الوحيده اللي شدتنا لهنا فوق الماء. بالحق نحافظوا على التعليم. فوالا فما برشا حاجات اللي صرعوا انتباهي، مثلا حكايه المساكن. عندنا 4 ملايين مسكن ولكن شطرها مساكن متلاصقه. هذه حاجه خايبه على الاخر، يعني يدلك اللي فماش سياسه نتاع تهيئه جيده وتراعي حق كل انسان في ان يكون عنده جزء من الطبيعه. ما نجموش نعيشوا هكا في تيق حمام معناتها راكبين فوق بعضهم من غير حتى حضور للطبيعه في حياتنا. حاجه مهمه جدا جدا ان يكون فما اشجار وتكون فما خضار قدام كل شخص يعيش معناتها في البلاد هذه. ماهوش رفاه، ماهوش حاجه يعني زياده، حاجه محوريه في حياه كل شخص انه يكون الخضار جزء من حياته، وما نعيشوش فوق بعضنا متراصين. ف encore une fois سياسه عموميه فاشله في مجال التهيئه في مجال تهيئه المدن والتجهيز. هذه بحاجه الى المراجعه. خلينا نوقف هنا، ما عندي برشا حاجات حاب نقولهم على سياسه الهجره على كل شيء، ما خلي في فيديو اخرين جست قراءه على الطاير، وقولوا لي شنو رايكم. تشاو تشاو.